والصوت اتقطع هيقولوا لي بقى الناس ومش الناس. وضربة ركنية للنادي المصري، ثالث ضربة ركنية للنادي المصري في تداخل ما بين المعلقين. خرج اهو وشديد قناوي ويلعبها، واول هدف الاولاني على طول يلعبها عبد الله سيسيه، وملعوبه حلوه الياسو السنتر هاف يغمزها حلوه من ضربه ركنيه لعبها شديد قناوي عشان ينفجر الملعب زي ما حضرتك شايفين. بعد تقريبا 5 دقايق ونص الياسو يحط هدف بعد 5 دقايق من الشوط الاول عشان يتقدم النادي المصري بهدف للياسو من ضربه ركنيه يحطها حلوه قوي على شمال عبد الواحد. بص حضراتكم، هو راح للكوره وحطها قبل كل الناس. ادي شديد وادي الياسو، والا حولها حلو قوي في حراسه 4 من نادي الزمالك. راح للكوره وحولها 1 المصري لا شيء الزمالك. ومن محمود عبد الحكيم بيلعب ويشجع، وهو الصراحه لعيب كويس، بس بيلعبوا بمنظره. ادي الكوره حلوه قوي وهدف. السلام على الهدف الجميل الياسو. ضحكوا علينا كلنا. محمود عبد الحكيم لعبها لشديد قناوي، شديد ما خدش على طول كده ويخش الياسو، وفي غفله من دفاع نادي الزمالك يحط الياسو الهدف الثاني. جميل بنفس الطريقه بتاعه الشوط الاول. بعد 6 دقائق كده من الشوط الثاني يتقدم النادي المصري بضربه ركنيه ايضا، بس اتلعبت بطريقه ثانيه. شفتم المهارات او بصوا نكشه حلوه قوي ودخل الراجل جميل قوي وهدف جميل من اداء جميل من محمود عبد الحكيم وشديد قناوي والياسو. واثنين النادي المصري لا شيء نادي الزمالك في غفله وعدم تركيز. وعامر حسين بقى عد كام شمروخ، ما هو النادي اللي مش بيدفع عندهم كامل ابو علي راجل معاه فلوس هو اللي هيدفع. 2 المصري لا شيء نادي الزمالك. احرز